اذا السلام عليكم، رجعنا معكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو نحاولوا نهضروا على الناس ديال البكالوريا، الناس اللي يدوزوا البكالوريا. الاخطاء اللي كيقدروا يوقعوا فيها خصوصا في ماده الفلسفه. دونك هذا الفيديو يكون فيديو توجيهي اكثر، ويكون فيه بعض النصائح للناس اللي يدوزوا الامتحان ديال البكالوريا، خصوصا ماده الفلسفه. يعني مادة الفلسفة اللي كتعتبر واحد المادة اللي كاينة يعني في الامتحان، سواء آداب سواء علوم. دونك كاينة في الامتحان ديال البكالوريا. و يعني كيوقعوا الناس، يعني الناس ديال الباك كيوقعوا في هاد الأخطاء، بزاف ديال الأخطاء اللي كتأدي إلى أنهم كيجيبوا واحد النقط اللي هي هابطة في هاد المادة هادي. يعني كتلقى بنادم مثلا كيخدم مزيان وكيكون واخا كيكون حافظ وهادي، في الاخر كيجيب 10 9 11 بحال هكا. يعني كيوقع في بعض الاغلاط، وهاد الاغلاط هما اللي نحاول نهضر عليهم في هاد الفيديو هدايا. وحاولوا تجنبوا هاد الاخطاء، ما توقعوش فيهم، حيت الا وقعتوا نتوما في هاد الاخطاء فنفس الحاجه، يعني تجيبوا 9 10 واخا تكون كاطي واخا تكون حافظ مزيان. لان اصلا بعدا واحد الحاجه اللي خاصكم تفهموها، ان الفلسفه ما كتحفظش المواقف ولكن الفلسفه بحد ذاتها، يعني المفهوم ديال الفلسفه ما خاصكش تحفظها، ماشي قران منزل باش تحفظه. اذا نبداو باول خطا اللي هو شائع وكيقعوا فيه بزاف ديال الناس، اللي هو بطبيعه الحال اللي هو المقدمات اولا المنهجيات الجاهزه. دونك كتلقى بعض المرات، يعني كتدخل سواء في جوجل سواء في فيسبوك، كتكتب أي منهجية جاهزة، كتطلع لك منهجية وحدة. منهجية وحدة كتعاود 70 ألف مرة، وكل عام كيستخدموها الناس، كيستخدموها يعني التلاميذ كيستخدموها في الامتحان وهذه، وكتعتبر بمثابة أنك نقلتي، يعني كتعتبر أنك نقلتي، كيحط لك 10 ولا 9، لا تهلا فيك كيعطيك 10 ولا 11. هادشي لا تهلا فيك، لأنه في التصحيح يعني كيكون ديجا عندهم الورقة ديال المنهجيات اللي كيكونوا ديجا كاينين جاهزين وكذا. كيكونوا كيشوفوا كيقارنوا، مثلا هو اصلا الاستاذ يعني كيكون عارف، الاستاذ ما دوزاش عليها، كيكون عارف القوالب. فكيشوف مثلا بحال هكا منهجيه جاهزه، كيحط لك 9 10، الا تهلا فيك كيحط لك 11. كاين اللي كيحط له 7 6، حيت كتعتبر انك ما درتيش كاع المجهود. ويقدر باش هو يعرفك انك انت حفظتيها ومشيتي كتبتيها، باش يعرفك انك ماشي نقلتيها. دونك هكا، يعني هكا كيكون التفكير ديال الاستاذ انطلاقا من داكشي اللي كيشوف قدامه، حيت يعني ما شافكش فاش كنتي كتحفظ، ولكن شاف الورقه ديالك اللي مكتوبه قدامك. اذا هذا اول خطا، حاولوا تجنبوا هذا الشيء. والطريقه باش انكم تخدموا يعني تخدموا الفلسفه بواحد المنهجيه. شنو هي المنهجيه؟ خاصكم تحاولوا ديروا منهجيه راسكم. مثلا نعطيكم كمثال. المهم نتوما تجنبوا ديك المنهجيه الجاهزه. نتوما عندكم واحد الاستركتور اللي كتمشيو عليه، واحد الترتيب اللي كتمشيو عليه، سواء في تحليل القوله سواء تحليل النص او التحليل ديال السؤال. يعني بين قوسين حاولوا تخدموا على النص مزيان، لانه كيكون ديجا عندكم معلومات في النص. اما بالنسبه للسؤال والقوله فكيكون المجهود ديالك خاص يكون يعني واحد المجهود شخصي، سواء في التحليل ديال الاطروحه، سواء في الاشكال اللي خاصك تحط، سواء يعني في المواقف اللي خاصك توظف المؤيدين والمعارضين. دونك هادو بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تحاول تجمعهم، سواء في السؤال او في التحليل ديال القوله. اما بالنسبه للنص فكيكون ديجا داكشي موجود، فانت كتحاول توسع الافكار، وهذه ممكن تكون اسهل. المهم بالنسبه للمنهجيه المنهجيه، حاول انت تبقى تصايب مثلا كل تحليل القوله، صايب ليله منهجيه راسك بالاسلوب ديالك. الناس اللي عندهم اسلوب مزيان فهما اللي كيجيبوا النقط باين هذه، لانه كيكون هذا الاسلوب الشخصي بعيد على كل داكشي اللي موجود واللي جاهز وكذا. دونك حاول نتايا اولا انتي حاولوا تصايبوا واحد المنهجيه راسكم، وخدموا عليها وبقاو تخدموا عليها يعني تفهموا مزيان، ويكون فيها عاوتاني توظيف ديال الاقوال ديال الفلاسفه، سواء المؤيدين ولا المعارضين. دونك هادشي يعني هذه هي النقطه الاولى. ندوزو دابا للنقطه الثانيه.
دونك الموضوع خاصو يكون فيه ابداع ديال التلميذ كما قلت لكم. يعني الحاجه اللي غتفرق ما بين هذا التلميذ وهذا التلميذ الاخر هو الابداع ديالو، يعني التحليل ديالو الشخصي. يعني انطلاقا من الموضوع سواء القولة سواء السؤال ولا النص، خاصو يكون واحد الابداع ديالو خاص، تكون اللمسه ديالو، ماشي كل شيء لاصق في منهجيه وحده، كل شيء حط منهجيه وحده ومعمر الفراغ. ها القولة ها السؤال نفس المنهجيه كتحط. ها القولة ديال الفيلسوف كذا، الفيلسوف كذا، بحال كيعمر لك واحد المهم. يعني داك الشيء بحال كوبي كولي، بحال كتشد كدير كتبقى دير كوبي كولي صافي. الاستاذ ديك الساعات فاش يجي يصحح الورق يبقى يشوفها داك الشيء كيتشابه، حتى هو يبقى يديرها التسعود كتشابه، كل ورقه يحط فيها التسعود. هادشي الا كاينين بعض الاساتذه الا جيتيهم على الكان عاد كيحطوا لك 19. ما كاين شي اساتذه عنده 5 6. إذن هذه هي ثاني ملحوظة. ثالث ملحوظة اللي هي أنه الموضوع الفلسفي ماشي معادلة رياضية. كيفاش زعما ماشي الموضوع الفلسفي ماشي معادلة رياضية؟ يعني بكل سهولة أنه الموضوع الفلسفي فاش انت تجي تكتب ماشي هو 1+1 كتساوي 2. يعني فاش يجي مثلا يصحح لك الأستاذ يشوف لك 1+1 كتساوي 2 يعطيك النقطة، لا، فهو كيصحح الأسلوب ديالك الخاص. علاه كنقول لكم حاولوا مزيان تقلبوا على الأسلوب ديالكم الخاص. واخا يكون عندك أسلوب ماشي مزيان وكذا، حاول تحسنه، حاول تخدم. كل ما خدمتي كل ما قريتي كل ما درتي بزاف الحوايج فان شاء الله غتجيب النتيجه. ونعطيكم كمثال، يعني فاش مثلا جيت تخدم هذا، حاولوا نتوما تفهموا الاقوال ديال الفلاسفه، ماشي تجي دير له كوبي كولا. هذا ماشي هو المضمون ديال الفلسفه. شنو هي؟ القوله ديال الفيلسوف تحاول تعطي الفكره ديالها، وتجي دير المعارض عاوتاني ديالو وكيعطي الفكره ديالو وهكا. يعني وفي الاخر كدير واحد الراي ديالك الخاص. علاش كدير الراي ديالك الخاص؟ باش يكون داكشي يعني فيه الابداع ديالك. كما قلنا دابا الموضوع الفلسفي ماشي معادله رياضيه، دونك حاولوا تخدموا بالاسلوب ديالكم الخاص باش تحاولوا باش تجيبوا واحد النقطه اللي هي مزيانه. واي واحد عنده مشكل في الطريقه ديال الكتابه او لا عنده شي سؤال في هذا الموضوع فيحاول يخليه في التعاليق.